الكنيسة دي على اسمها. وبهنيكم برضه بالآباء الكهنة الثلاثة اللي هم بيخدموا شعب هذه الكنيسة. وكمان تعودنا الكنيسة القبطية بتاعتنا في كل سنة، وهنا في الكنيسة اللي بتحمل اسم السيدة العذراء اللي بيكون في نهضة عن بعض الموضوعات بتتعمل كل يوم في عشية اليوم، وبيجي فيها آباء متكلمين من أماكن مختلفة علشان نستفيد منهم وناخد موضوعهم. عنوان نهضة هذا العام اللي اختارها الآباء الكهنة علاقتي معه. علاقتي أنا مع مين؟ دي موضوعات النهضة كلها اللي انتوا هتسمعوها، ولكن موضوع النهارده علاقتي مع أب الاعتراف. علاقتي أنا مع أب الاعتراف، فأنا هنا بترمز إلى التلميذ، وأب الاعتراف هيرمز إلى الأب. موضوع بعيد يمكن كتير منا ما سمعش فيه، لكن سمعتم أكيد عن سر التوبة وسر الاعتراف، وإزاي أنتم بتعترفوا وإزاي تتكلموا عن خطاياكم. لكن هذا الموضوع بيحتوي على واجبات الابن نحو أبيه بالاعتراف ومسؤوليات الأب. هبدأ هذا الموضوع وهسألكم شوية أسئلة فعايزكم تصحصحوا معايا. لو سألت حد منكم وقول له هل اختفت التلمذة الروحية؟ هل أصبحش يوجد حاجة اسمها تلمذة روحية في هذا العصر؟ هل انتهى الزمن الذي يتسلم فيه الأب الروحي تلميذه يرشده ويمسك بيده ويخطو به بثبات نحو الله؟ هل انتهى الزمن اللي فيه الأب الروحي بيشجع تلميذه أو ابنه ويلومه ويعاقبه حتى يصل به إلى ملكوت السماوات؟ النهارده لو حد عاقب حد تاني ماليش كنيسة. ايه هو الواجب اللي موجود على كل واحد مننا بيجاهد ان هو يتك على الركازة بتاعته ويشق لنفسه طريق نحو ربنا ويستعين بالسهر الطويل والدموع ويقرع صدره ويجاهد لوحده؟ ده بالواجهات فردي، وبالطريقة دي هيبقى خلاص فردي. هنا أقول لك إن اللي بيجاهد دايما يحتاج إلى أب مختبر. أب إيه؟ مختبر. الأب ده وظيفته يقدر له الحاجات اللي هنقولها من وجبات روحية، سواء الوجبات دي كانت نسكية أو غير نسكية. فبالطريقة دي مفيش مفر إلى أن يوجد آباء معلمين. آباء معلمين يكونوا بمثابة علامات للطريق نهتدي بيهم. اللي بيقرأ فيهم في سفر نشيد الأنشاد في الإصحاح الأولاني في الآية 8 بيقول إيه؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة فاخرجي على آثار الغنم. اخرجي على آثار إيه؟ الغنم. فبالطريقة دي لازم يكون في معلم. المعلم ده اختبر الطريق عشان يعرفنا بيه. المعلم ده بينقل خبرته لأولاده، خبرة روحية اجتازها هو قبل كده وما زال يحيا فيها. خبرة روحية
هل يرجع الضعف في أي كنيسة في أي عصر من العصور إلى غياب روح التلمذة؟ أنا عمال أسأل أسئلة وهنبتدي نجاوب بعد شوية. هل السر في هذا الاتساع وهذا الغياب وهذا الضعف بيرجع إلى اتساع وسائل المعرفة والثقافة الروحية؟ ودي مقابل كده بتدينا نموذج في مستوى الفضيلة. يعني دلوقتي المعرفة موجودة في كل حتة، في الكتب موجودة، زمان كانش في كتب، كان في مساحة، في الانترنت موجودة، في الشرايط الكاسيت، في السيديز، كل الحاجات دي موجودة. هل ده اللي أدى إلى وجود مستوى الفضيلة؟ لماذا لم تعد هناك تلمذة وتسليم بالصورة التي سلمها لنا ربنا يسوع المسيح؟ التلمذة دي مارسها الآباء كلهم على مدى الأديان. بعد صعود ربنا بالمجد إلى السماء سجلها لنا التاريخ عن الآباء الرسل القديسين، وسجلها لنا قديسين زي ذهبي الفم والقديس باسيليوس والقديس أوغسطينوس. كل دول آباء تلامسوا مع الشعب في رعاية، في تعليم، في تسليم. فأقول لك إن التلمذة الروحية هي عبارة عن تعليم وقدوة معا، حاجتين مع بعض، تعليم وقدوة. في أوقات كتير كان الآباء يمتنعوا عن التعليم، فكانت الحياة بتاعتهم أبلغ وسيلة للتلمذة، فضايلهم فضايل معاشة. هديلك مثالين، في بعضكم شاف واحد منهم وفي بعضكم شاف الاثنين من الجيل المعاصر. كلكم يمكن شفتوا الأنبا مينا قمرينا رئيس البلدية، ما كانش معلم، لكن كان يعيش الفضيلة وبيسلمها لأولاده، وأنا اتعلمت منه. واحد تاني المتنيح قداسة البابا كيرلس السادس، ما شفناهوش ماسك ميكروفون أو واقف على منبر يوعظ، لكن كانت حياته النسكية وحياته الروحية فضيلة معاشة ومثال كبير جدا للتلمذة. هرجع أسألك سؤال تاني وأقول لك، هل إحنا نشوف الآباء الموجودين حاليا في الكنيسة، مش في الكنيسة دي، في أي كنيسة، لأن الطاقات بتاعتهم استنفذوها في اتساع أفقي؟ أنا أقصد الاتساع أفقي اللي هو مظاهر النشاط الخارجي في الخدمة، من الأنشطة اللي بتجرى في الخدمة والرحلات والافتقاد وغيره والإدارة، بحيث إن الأب منهم ما عندوش وقت إن هو يقعد مع نفسه عشان يتلمذ على السيد المسيح. هل ده نقدر نجيب الملام على الآباء؟ علاقة الأب بالابن هي علاقة تبادلية، فالأب يمثل المسيح لتلميذه من ناحية، ومن الناحية الثانية يمثل التلميذ لدى السيد المسيح، إنه بيقف يصلي مع ابنه. اللي بيعرف يتلمذ أولاده من الآباء بيهمهم وبيديهم من روحه، بيروي العطش بتاعهم وبيروي ظمأ نفوسهم وبيروي كل شيء في أرواحهم. ودي التلمذة بتكون على المستوى الفردي، لكن في تلمذة تانية موجودة على المستوى الجماعي، يعني كل الناس بتشرب من روح الأب ده اللي احنا بنعتبره قائد أو معلم. ففي آباء في كنائسهم سبقوا على الشعب بتاعهم وعلى العمال اللي معاهم وعلى المخدومين سبقة خاصة، سبقة خاصة من الروح بتاعتهم ومن فكرهم ومنهجهم.
شخصية أولاده ويخليهم كلهم يمشوا إلى الأمر، إلى الهدف بتاعه. هتقول لي طب مؤهلاته إنه يكون ذكي؟ يقول لك لا. يكون حاصل على شهادات أكاديمية في أي حاجات في العلوم الدنيوية؟ يقول لك لا. أهم حاجة في مؤهلاته إن يكون حسن السلوك في حياته وحكيم في تعليمه. حسن السلوك في حياته وحكيم في تعليمه. الصفتين دول الحكمة والتقوى مربوطين مع بعض. تعليم اللي هو بيسموه بالانجليزي تيتشنج استبدلناه بكلمة شكل أو فورم. ليه؟ لو انتوا عندكم عيل في البيت أو أولاد في بيتكم ما بينتصرش تعليمكم على مستوى مخهم بس بكلمة تعليم. الطفل بيتعلم كم كبير جدا من تصرفات والديه. بيشرب كل حاجة من أبوه وأمه. فهنا بيستخدم في التربية والتنشئة السلوك. في مقاييس أخلاقية، في قيم بيعلموه رؤية للحقيقة. فبالطريقة دي لازم يكون الأب في الروح. في كتير من الآباء أدركوا بالخبرة إيه الصعوبة اللي بيواجهها الشخص المسيحي. صعوبة في إيه؟ في إنه يتبع وصايا الله وإنه يوصل للخلاص من غير ما يجي إنسان تاني يساعده. فالأمر الطبيعي إن لازم واحد يساعد كل واحد منا، يتعلم إزاي هو قطع المرحلة دي في حياته وأصبح بعد كده إنه ليه إمكانية أن يكون ناس تانيين عبر الطريق الصحيح. فالأب الروحي بالنسبة للتلميذ هو ممثل المسيح والناطق بلسانه. يتزنق في حاجة يروح لأبونا عشان يسمع منه كلمة ربنا بتقول له إيه. هو الوسيط الذي يعبر الفجوة بين التلميذ والمسيح، وهو القناة التي تحمل كلمة المسيح وإرادته وتوصلها إلى التلميذ. زي ما الأب الجسدي بيفضل في وسط أبنائه يعلمهم، كذلك الأب الروحي بيواصل الحياة مع أولاده من خلال استمرارية إعلان تعاليمه وحياته الخاصة. بنفس الطريقة اللي بيهتم بيها الأب الجسدي بخير ورفاهية أولاده، يهتم الأب الروحي من أجل أولاده الروحيين ويبذل من أجلهم. هتيجي تقول لي طب بالطريقة دي يبقى في ضروري إن احنا يبقى في تلمذة. فإن كان في تلمذة إيه هي شروط هذه التلمذة؟ هقول لكم حكاية حصلت في بستان الرهبان، حدثت بين واحد من رهبان الشبان وبين تلميذ الأنبا بنوتيوس. وتلميذ الأنبا بنوتيوس ده كان تلميذ الأنبا مكاريوس الكبير. فالراهب الشاب قال له قل لي كلمة أعيش بيها. فقال له احفظ القناة التي تجري إلى مزرعتك. كلمة مزرعتك دي كلمة مش مفهومة، هو بيقصد بيها نبع الحكمة والنعمة اللي بيصلوا عن طريق التلمذة. قال له طب ازاي احفظها؟ قال له ما سكتش مع واحد فلاح مش هتعرف ايه اللي ممكن يحصل في الزراعة. ان الزراعة بيحصل فيها حبس وبذر وفيها صبر وفيها حصاد، فيها حاجات كتير، فلازم تسكن مع فلاح عشان تتعلم. قال له يعني معنى الكلام ده ايه؟ قال له لازم تسكن مع شيخ مجرب دي خبرة عشان يعلمك الرهبنة. فلو انت اتنقلت من مكان لمكان او اتوحدت لوحدك او صرت قبل ان تكون مؤهلا لذلك، فانك تقيم كل زمان حياتك
ايليا بارك إليشع فضعف تعليمه ليا. وزي التلميذين بتوع الأنبا أنطونيوس، وزي يوحنا اللي سكن مع الأنبا بيبو، وهتيجي قصته بعد شوية. فهنا الآباء شافوا ضرورة وجود أب روحي. في الكتاب المقدس في العهد القديم أشار إلى أمثلة كتير من هذه التلمذة، منها تلمذة موسى ليشوع، وتلمذة إيليا لإليشع، وتلمذة إليشع لجحزي. في العهد الجديد سموا ال 12 رسول سموهم تلاميذ السيد المسيح. وفي تاريخ الكنيسة كلكم قريتوا وعارفين قصة الأنبا بولا البسيط تلميذ الأنبا أنطونيوس، والقديس تادروس تلميذ الأنبا بارثولميوس، والقديس ويزا تلميذ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والقديس حفيان تلميذ الأنبا بولا الطموح. وكل الأسماء اللي بقولها دي بتسمعوها في مع القداس. فنلاقي دايما إن التلميذ بيحتاج لأب معلم يوريه الطريق بتاعه ويساعده إن هو يكتشف مشيئة الله عشان يميز الأرواح اللي بتتصارع من جواها. والأب الروحي اللي هو الأب المختبر من خلال خبرته بالمعاشرة للكتاب المقدس بيخلق عند تلميذه حس روحي. حس روحي بينقل له روح الآباء والفكر بتاعهم وإزاي هم تفاعلوا مع الوصايا بتاعتهم. أحد الرهبان في دير غرب اسكندرية اسمه دير ريسو قال ليوحنا الدرجي: إنني أفكر في الراعي كصورة للمسيح، وأفكر في الأمر الذي يوجهه لي كما لو كان صادرا من الله. مين فينا بيروح يقابل قبل اعترافه وبيسمع الكلام اللي بيقوله له وبيفتكر انه جاي من ربنا، او بيقابل قبل اعترافه وبيحط قدامه ده الراعي اللي هو بيرعاه كما ان السيد المسيح بيرعانا كلنا. ما بنروحش نطلب من ابونا قبل الاعتراف او قبل الروحي الارشاد فقط، لكن بنطلب منه حاجه ثانيه وكلكم متعودين عليها. تروح لابونا تقول له صلي من اجلي. انت بتطلب منه ارشاد وتطلب منه صلاه. في راهب شاف واحد من الشيوخ وراح سأله: ليه الشيوخ دلوقتي ما بيرشدوناش زي ما كان يفعل الشيوخ في الأول؟ فالشيخ قال له: من أول ما الأبناء توقفوا عن سماع ما يقوله الشيوخ توقف الله عن إعطائهم ما يقولونه لهم. يعني أول ما أنتوا الشباب أو الناس بطلت تسمع اللي بيتقال ربنا بطل يعطي. ومن هنا بتيجي الصفة الأولى التي يجب أن يتحلى بها الابن، والصفة دي هي عبارة عن الطاعة. الصفة دي عبارة عن إيه؟ الطاعة. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي يقول لهم إيه؟ وما تعلمتموه وتسلمتموه ورأيتموه فيا فهذا افعلوا. فأول علامات الطاعة إنك تنكر ذاتك. الطاعة تكون للسيد المسيح. في واحد من النساك عجبته أفكار كثيرة جدا، فراح الأب مختبر في المغارة بتاعته وراح بدأ يحكي له عن أفكار الجبل. فالأب بدأ يتحسس موضع الداء، لأن الأب هنا روحي بيمثل الطبيب. فلقى عنده كبرياء، والكبرياء ده جاله بسبب انه بيصوم كتير جدا وهو ناسك، وصيامه ونسكه بدون افراز. فالاب الروحي امره ان ياكل لحمه وبعض اطعمه ثانيه. ليه؟ لان بالطريقه دي ممكن ان هو يتضع ونفسه تنصحه. هذا الناس اللي ما بياكلش لحمه
اوجاعه والالام اللي بتجيله اللي بيسمع كلام ابوه الروحي. بيكون التلميذ ناسك، ممكن يكون عالم، ممكن يكون انسان بيصلي. الصفات الثلاثه دول ممكن تولد جوه الواحد الكبرياء، بينما الطاعه بتولد الاتضاع. الطاعه تولد ايه؟ الاتضاع. احد القديسات الراهبات بتقول ان احنا بنختار الطاعه على النصح، نختار الطاعه على النصح، لان النصح يعلم التعاظم والطاعه تعلم التواضع. الطاعه بتكون طاعه غير مشروطه، يعني ما يجيش الواحد مننا يقابل ابن اعترافه او يقابل ابوه الروحي ويطلب منه انه يفسر له الاوامر اللي اديها له او يبرر له ليه هو يقول كده، عشان يطمن ان كان الكلام ده بيوافقه هو ولا لا. بالطريقه دي بتفقد البساطه الحلوه العديمه الغش التي الاطفال في امهاتهم. الطاعه دي عباره عن ذبيحه ربنا بيتقبلها بفرح، والانسان المطيع بياخد بركه ونصر. في واحد قديس اسمه قديس اثناسيوس الأغيوري، وده راح في دير في جبل اسوس. هو كان عملاق الجسم، ضخم جدا، طوله فوق ال 2 متر. فاول ما راح متوقع في الدير هيعلموه درس عن النصر. فاول ما دخل قالوا له شايف الخروف ده؟ قال لهم اه. قالوا له اذبحه وسويه كله. فنفذ اللي قالوا له عليه. هو كان متوقع امر بالنصر، لكن اوامر الطاعه كل ايه؟ الخروف. فكل واحد يطيع المرشد بتاعه، ربنا مش ممكن يسيبه يفشل او يتعثر داخل الطريق. هيكافئوا على الطاعه بتاعته بان يدي لمعلمه كل احتياجاته، ويجعل المعلم بتاعه قناه يستلم منها مشيئه ربنا. الطاعه بتخلي الواحد اللي بيجاهد مننا يعيش بغير هم. النقطه اللي بعد الطاعه وهي الثقه. وهي ايه؟ الثقه. احنا المفروض هنتكلم عن 6 نقط، انا مش عارف الوقت هيكفي ولا لا. النقطه الثانيه وهي الثقه. التلميذ يعرف ان خلاص نفسه مش متوقف على الحاله الروحيه لابيه. يعني ممكن يكون ابويا انسان روحي كويس، ممكن يكون ابويا اللي قدامي مش بالمستوى نفسه، لكن خلاصي انا متوقف على ثقتي فيه وطاعتي ليه. والحاجتين دول هم الضمان اللي بيخلينا نوصل. واحد من القديسين قال ايه؟ الطاعه تخليك مسؤوليه الطريق. فما يصحش ان واحد فينا يشك في ابيه. يشك في ابوه ازاي؟ او يدي ودنه يسمع على ابوه شكوى، او يحتقر ابوه لو شافه بيعمل سلوك معين، او يقعد مع نفسه يدين ابوه في فكره. لازم يكون ليه امانه تجاه ابوه، فهو بيطيعه من اجل ربنا، والطاعه من اجل الله فضيله عظيمه. قلنا ما تشكيش ابيك، ما تشكش في ابيك، ما تقبلش عليه شكايه، ما تحتقروش بسبب تصرف ما، لا تدينه بفكره. النقطتين التانيين، لا تفحص ابيك. لا تفحص ايه؟ ابيك. يعني ابونا عمل، ابونا سوى. ولا تستبدل ابيك بالاخر. لا تستبدل ابيك بايه؟ باخر. هل ممكن في واحد مننا يقدر يستبدل ابوه الجسدي ويغير ابوه الجسدي ويجيب واحد تاني؟ استحاله. نفس القصه لا يليق بنا استبدال الاب الروحي. فالجسدي وهبنا الحياه الجسديه، والاب الروحي وهبنا الولاده الروحيه. التلميذ الحقيقي بيثق ان ربنا هيديله اللي هو عايزه من خلال مرشده ومعلمه. ما يديش ودنه للناس ويسمع عن ابوه اخبار مش كويسه، ان ده
القديسين نتيجة ثقتهم في آبائهم وطاعتهم ليهم صاروا أفضل من آبائهم وأعلى مرتبة وأعلى درجة منهم. في بعضهم احتملوا آبائهم في المرض واحتملوهم في الضعف واحتملوا أبوهم في ضجره وفي ملل وكانوا فرحانين وملتزمين. وفي كتير من هؤلاء الآباء كتبوا سير لأولادهم في الطاعة والأمان. أول ما يجي لك الفكرة إنك تفحص أبوك تقول لنفسك كده: أنا ليس لي سلطان أن أحكم على أبي. إزاي ابني يحكم على أبيه؟ أنت تصرفاتك في البيت هل ابنك يحكم عليها؟ مش ممكن. بل هو له سلطان أن يحكم علي. لست أنا القاضي بل هو الذي يقضي علي. ممكن تسمع تجريح من أبوك فما تديش ودنك لهذا الكلام، بل اذكر دايما فضل أبوك عليك وتعبه معاك وخدمته ليك. فأبوك لما تعمل الكلام ده هيصلي عنك، وإن انتقل أبوك من هذا العالم أنت بتكسب ليه سفير في السماء. باستمرار تذكر أبوك في صلواتك عشان ربنا يعوضه عن تعبه معاك، وربنا يرشد أبوك لما فيه خير ويؤهلك باستمرار لاستحقاق المرأة. يعني أنت رايح تعترف، فمش رايح تعترف عشان تقول كلمتين وتمشي. المفروض أنت تكون بتصلي قبليها زي ما أبوك بيصلي عشان ربنا يديلك النعمة والكلمة على فم أبوك. النقطة الثالثة وهي البساطة. وهي ايه؟ البساطة. زي ما قلنا ان التلميذ ما يبحثش ابوه وما يبصش على اي شيء من ضعفاته ولا يبحث عن علم ابوه ايه، كان دكتور ولا مهندس ولا صيدلي ولا تجاري ولا مش متعلم، معرفته ايه، دراساته ايه، شخصيته ايه، اسرته تطلع ايه، بيعيش ازاي. المفروض الواحد مننا ما يتحصل حياة ابوه. بالبساطة باستمرار يبص الى ابوه كابن وديع وحمل هادي ينظر الى ابوه برغبة. دايما يحس ان هو بيبص لابوه برغبة، يتبعه في صمت وفرح. ما يصححش حاجة لابوه لما يجي يتكلم او يراجعه. دايما يحس ان الله يتكلم على فم ابوه. يحس ان ربنا بيتكلم على فم ايه؟ ابوه. في قصة هقولها لكم لعل احنا كأبناء كلام بقوله ليكم بقوله ليا، ان انا كمان ليا اب اعتراف وليا مرشد. كل واحد في الكنيسة ليه اب اعتراف ومرشد، لان الاب والمرشد هو بيخلينا مسؤولية الطريق وهو مسؤول عن خلاصنا وابديتنا. هقول لك القصة دي عشان تعرفوا ايه هو موقف الابن من ابوه. كان في واحد، القصة دي جت في مستشفى الرهبان. كان في واحد راهب شيخ كبير وكان ليه تلميذ، فجاله راهب تاني بيشتكي له ان هو بيجيب ناس كتار وبيخلوه يقلق مش عارف يقعد في قلايته، فطلب منه ان هو يديله قلايه يقعد. فراح اداله قلايه. بعد شويه الناس عرفت مكان الراهب ده فبدات تتلم عليه. فبدا الشيخ الكبير يتضايق هو ويقدر ازاي انا الراهب المتوحد اللي بقالي هكذا من السنين محدش بيجيلي ويجوا للراهب ده هو. فبعت تلميذه وقال له روح مشي هذا الراهب القلايه. فالتلميذ عشان عارف ان ابوه من جوه انسان نقي وكويس وده نوع من انواع الحروب، راح قال للراهب الثاني ابويا بيسلم عليك ويقول لك صلي. ورجع ما قالوش حاجه. فقال له قال لك ايه؟ قال له شويه كده وربنا يسهل. بعد مره ثانيه ومره ثالثه لحد ما الشيخ لقى الراهب ده مش هينفع يعمل كده، فقال له انا هروح بنفسي ايه امشيه. التلميذ جري قدام ابوه وقال له اصل عنده ناس فانا هنقول لك بره ايه المكان عشان انت ما تتكلمش معاه قدام الناس. بيتصرف التلميذ بافراز. فراح هناك وقال له
الاثنين. فممكن التلميذ ان هو يكون رسول سلام بين الاباء، رسول سلام بين الاباء. اللي يخصنا في ابونا الطاعه بتاعتنا ليه وخضوعنا ليه، اما عن ضعفاته ربنا مش هيسالنا عنها. القديس مرقس كان مره ماشي مع المعلم بتاعه القديس سلوانس، وهم ماشيين في الطريق شافوا قطيع من الامير المحشيه، فالقديس سلوانس بيقول له القديس مرقس دول عباره عن مزلات وليها قرون مستقيمه، هي حلوه وحشيه. قال له نعم يا ابي انها جميله وقرونها مستويه. لم يسمح لنفسه انه حتى حاجه هو متاكد منها شافها بعينيه ان يشك فيها، زي ما الواحد يكون واثق في كلام ابوه، فما دام ابوه ابدى رايه هو بيصمت تماما. القديس يوحنا زي ما قلنا قبل كده كتير قصته، ده لما طاع المعلم بتاعه قال له ايه؟ روح هات لي الضبعه اللي ماشيه هناك دي وامسكها. فجري ورا الضبعه وقال لها لازم تقفي عشان اقيدك واشيلك واوديك لابويا زي ما امرت. فالضبعه وقفت وهو ربطها وشالها وراح وداها للمعلم بتاعه. المعلم بتاعه عمل حاجه عجيبه جدا، راح فكها من الرباط بتاعها ومشاها وقال له دي كلمه مش ضبعه. التلميذ لم يراجع ابوه، لا في المره الاولانيه لما قال له امسك الضبعه واربطها، ولا في المره الثانيه لما قال له دي كلمه. التلاميذ دول الاثنين كانوا ناس حكماء، ما كانوش فاقدين العقل، لكن ما رجعوش ابوهم ولا فتحوا عليهم في ابهاتهم. فالبساطه دي تمهد الطريق لينا للمنفعه وتجعل التلميذ باستمرار ان ياخد بركه ابوه وصلواته. اتكلمنا عن الطاعه، اتكلمنا عن الثقه، اتكلمنا عن البساطه. النقطه الرابعه وهي الجهاد. تبص النغمه دي منتشره كتير، يجي واحد يقول لك انا عايز اغير ابو اطرافي او واحده، انا بقول واحد او واحده. واحد تاني يقول لك انا مش بستفيد منه، اصل ابونا ده مشغول، اصل ابونا خبرته الروحيه بتاعته قليله، ابونا اصله ما بيتفاعلش معايا ولا بيحس بالكلام اللي بقوله، اصل ابونا هو سبب العصره بتاعتي، هو سبب العصره في الطريق الروحي، هو السبب عدم النمو بتاعي. فكره بتراود بعض الناس. اقول لكم في الواقع ان الناس دول ما بيجهلوش مع الاباء بتوعهم، ما عندهمش استعداد انهم يبذلوا او يتعبوا او يسهروا. دايما الانسان المتهاون بيتخيل ابوه وكانه قدامه لوحه من الزراير، هيضغط على اي زرار تختفي الخطيه. هروح اعترف اي خطيه كانت نجاسه او كذب او اي حاجه، المفروض ان ابوه هيدوس على الزرار الخطيه تختفي. اقول لك لا، الاب الروحي وظيفته ان هو بيساعد في ان هو يكتشف الخطا، يشاور الى الطريق وبيوصف الدواء، وما يتحملش اي واحد او يضغط عليه انه يمشي في الطريق. بيتضغط على الابن ان يكون انسان جد في المسيره، وان هو يحتمل مراره الدواء. يعني الواحد لما يروح للطبيب لا يمكن هيخف ان ما خدش الدواء. هو راح للطبيب، الطبيب قال له عنده مرض كذا، لكن ايه اللي هيخففه ان هو ياخد الدواء. الواحد هنا اللي بيكون بيجاهد بيلزم ابوه باستمرار انه يتابعه، يلزمه ان هو يديله تدريب حتى الاهواء اللي جواه ما تموت ويعيش في الوصيه. نفكر اي واحد تلميذ مننا انه يسيب معلمه عشان يروح يتلمذ على واحد اخر، الامر ده رفضوه الاباء وما صرفوش فيه نهائي. فاولا انا هسالك شويه اسئله تسالها نفسك. هل انا اطعت ابي وجهدت القليل اللي ادهوني؟
ولا العلة والسبب موجودة جوايا أنا؟ هل إذا أنا سبت أبويا هتنتهي المعاناة بتاعتي وهبدأ بحياة كويسة؟ ولا يجب إن أنا أتعب وأشقى من أول؟ في واحد شاب راح لتلميذ الأنبا بنطرس عايز يتلمذ على قديم، فسأله تلميذ الأنبا بنطرس بحزم، قال له هل أبوك ما زال يعيش؟ يعني هل أبوك الروحي ما زال حي؟ فمن مات أبوه أنا أقبله، اللي أبوه يموت أنا هاخده عنه، أما من أبوه لا يزال حيا فأنا لا أقبله، لأن الشخص سيكون غير متأدب إذا ترك أبيه. دايما افحص ذاتك من جوه، افحص نفسك لئلا تجد ذاتك وقد تنقلت بكلام كتير. ولا مؤاخذة كده عامل يعني تشبيه قالوا تلميذ الأنبا بنطرس عامل زي الحمارة كل واحد يركبها شوية ينزل من عليها. إن اللي هيتعود إنه يتنقل يبقى العيب من جواه مش أبوه، وبعد شوية هيقول أبونا ده ما يعجبوش، أبونا ده ما يعجبنيش، أصل أبونا ده مش عارف إيه. هيبتدي بالطريقة دي يبدل الآباء ومش هيعرف يوصل إلى العلة الموجودة جواه. لازم نعلن عن هذه الرغبة عن طريق محاولتنا في الجهاد والدعوة. النقطة الخامسة وهي الاستقلالية. يعني ايه استقلالية؟ مش لازم انا اكون نسخة طبق الاصل النبوي، يعني اقلده في مشيته او اقلده في كلامه. دي كلها اصول خارجية. ابص ازاي بيفكر، ابص ازاي هو بيتعامل مع الامور ويتفاعل معاها، ابص ازاي ابويا بيحب الفضيلة، اشرب من روحه. اي واحد مننا لما بيروح يعترف الاب بيساعده على معرفة ذاته عشان التلميذ يتعلم ان هو ازاي يحارب جواه الظلم. فالهدف من الاب نحو ابنه هو ينمو الابن حتى ما يصل الى البلوغ والبلوغ. النقطة الثالثة وهي المكاشفة او المصارحة. يعني ايه مكاشفة او مصارحة؟ كل الناس بتروح تعترف، لكن عملية كشف الافكار تختلف عن سر الاعتراف والتطبيق. اللي بيعترف بالتلميذ او اللي انتم متعودين تعترفوا بيه عبارة عن الخطايا بس، لكن انا عايزك لما تقعد مع ابوك الروحي تكشف له كل الشكوك والتجارب بتاعتك، كل ما يختص من افكار، اذا كانت افكار على الرياء او افكار من ربنا او افكار خاطئه. دايما الابن يطرح كل هذه الحاجات امام ابوه، يطرح كل حوادث حياته حتى الافكار اللي هو بيشوفها انها غير مهمه. ممكن انا اشوفها غير مهمه لكن يكون الاب الروحي لي فيها نظره ثانيه. الامر الوحيد اللي بيعطي الشياطين والافكار الخبيثه القوه عشان يغلبوا علينا هو ان احنا نخفي في قلوبنا بعض الاشياء بدون ما نكشفها لابائنا. الابن مننا اللي عايز مصلحته وعايز منفعته عليه انه يتحلى باستمرار بصفه المكاشفه والمصارحه مع ابوه. لا تخفي كراجل او انت كابنه سيده شيئا عن ابيك الروحي. كل ما في داخلك لازم يعرفها. في سفر الامثال سليمان الحكيم بيقول من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم. هتروح لابوك تطلب منه المشوره زي بالظبط ما بتروح لواحد شيخ محنك هيعلمك ازاي انك انت تحارب، او على الاقل هيساعدك ان تخفف من الوضع بتاع سيطره الحروب.
تغيره على سيده على ريشة يعني قوي، لكن كان عنده خطية مستخبية جواه وهي محبة المال. دي كانت خطية كاملة في أعماقه، لم يكشف هذه الخطية لأبيه ريشة. ربما إن هو يكون عنده كبر فمش عايز يكشفها، أو عنده محبة للربح القبيح. الخطية دي فضلت تنمو جواه واتحلت بالكذب. كذب على سيده وكذب برضه على نعمان السورياني، فجاب اللعنة على نفسه واتضرب هو ونسله بالبرص، واتحرم من ان هو يعد من الانبياء. هنا نلاقي ان الجهزي فشل برغم ان ابوه كان قديس والمعلم بتاعه هو ريشع كان تقي وتلمذ ناس كتير. السبب في كده انه لم يصالح ابيه. فالعيب يكون في الاب، العيب يكون موجود في الابن. القديس يوحنا الدرجي بيقول: بعد اختيارنا للاب الروحي يجب ان نلتصق به على الدوام، فهو الطبيب، والامر يحتاج مننا الى انفتاح قلب حتى يستطيع الطبيب ان هو يقدم المساعده، ويجب ان التلميذ او مننا ان هو يتحلى بالثقه والايمان بنبيه. مسؤوليه خلاص النفس بتنتقل من التلميذ للمعلم في حاله توافق شرطين اثنين، ودول ما بيتموش الا داخل سر الاعتراف. الحاجه الاولانيه وهي الامانه في كشف الافكار، والحاجه الثانيه الطاعه للاب الروحي. الحاجتين دول بتنقل المسؤوليه من التلميذ الى المعلم. ده الشق الاولاني هو علاقتي انا مع اب الاعتراف. اما عن الشق الثاني وهو صفات اب الاعتراف، انا هقول لكم العناوين بتاعتهم ونخليها مره ثانيه عشان الساعه دلوقتي 9:30. صفات اب الاعتراف ان يكون ممتلك، يكون على مستوى المسؤوليه، يكون طويل الاناه، باله طويل، يكون مختبر ذو خبره، يكون مقتدر، يكون حكيم ذو افراس، ويكون قدوه ليا، ويكون حازم، ويحترم الاستقلاليه بتاعه اولاده. دي صفات اب الاعتراف. فكل واحد منكم يبدا من النهارده يراجع نفسه ايه علاقته مع ابوه الروحي، وما كانش علاقته بالسكه المظبوطه يبتدي يحاول ان هو يظبطها عشان يقدر يكمل في الطريق، ويقدر يكمل طريق جهاده يوصل